السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب. فيديو النهارده بسيط كده، بس آه هقول لكم فكرة في تقشير البامية، لانه موضوع ال الشوك اللي في البامية ده بيخلي الاطفال ما يحبوهاش. والفكرة دي انا جات لي لما ولادي كانوا اطفال صغيرين ومش بيرضوا ياكلوها. فانا هنا انا كنت مقمعه الباميه عادي زي ما كلنا بنعملها، وبعدين تلاحظوا هنا ان انا بديت اشيل الخط الاسود اللي بيبقى مخطط في الباميه. انتوا تلاحظوا لو حطيتي ايدك على الباميه هتلاقي اكتر حته بتشوك اللي هو الخط اللي انا بشيله ده. لو انت شلت الخط ده مش هيبقى فيه اي ضيق في اثناء اكل الباميه، لان الباميه الحقيقه من الاكلات المحببه الصيفيه الجميله. فشيل الخط ده، اولا بيخلي الباميه لما تطبخ يبقى لونها فاتح كده وسط الصلصه بتاعتها الحمراء، وفي نفس الوقت ما تحسيش باي شوك فيها خالص. فالخط الرفيع ده هو اللي انا بشيله. اتمنى تجربوا الطريقة دي، وان شاء الله بعد كده مش هتلاقوا اي مشاكل في طبخ البامية. اهو شايفين الخط بيبقى لونه غامق ازاي. اولا بحس ان البامية بيبقى لونها فاتح جميل في الصلصة بتاعتها. ثانيا ما بحسش باي شوك، وهي يعني مش هتاخد وقت كبير معاكي ولا حاجة. انا جايبة 2 كيلو الحقيقة، عايزة ان انا اقسمهم انصاص واشيلهم في الفريزر. فاول شايفين قد ايه الخط اللي بقول لكم عليه طلع منها قد ايه. فهو دوت ملوش اي لازمة، بس تاخدي بالك وانتي بتشيليه يبقى من فوق الوش كده، ما تجريش لتحت على القرن نفسه. بعد كده انا بكون غالية مية وحاطة فيها شوية خل وشوية ملح. انا هنا معلش ما خدتش بالي ان وانا بحط الملح والخل ما تصورتش، بس هي عموما تحطي كده معلقة ملح كبيرة ومعلقتين 3 خل. تغلي المية احط بقى البامية فيها، مجرد تقلبتين 3 بس كده، عشان انا عايزة هتشوفوا انتوا لونها دلوقتي لما هطلعها من المية المغلية دي، هتشوفوا جمال لونها. تقلبتين بس 3 كده او دقيقة واحدة كده على النار. انا هنا طفيت بقى البوتاجاز، بحط بقى تلج في صينية. هحط تلج كتير، وهزود بقى لغاية نص الصينية كده مية عادية خالص من الحنفية. هبتدي بقى اشيل البامية، انا هنا طافية عليها. ابتدي بقى اشيلها واحطها على طول. طبعا انا بشيلها بمصفى عشان اصفي اي مية سخنة، بس هي طبعا البامية نفسها سخنة، شايفين الدخان اللي بتطلعه. احطها بقى في المية اللي كلها تلج دي علشان اوقف عملية الطهي. دي نقطة. النقطة التانية عشان احافظ على لونها الاخضر. دي احسن طريقة تحافظي على اللون الاخضر لاي حاجة. افضل اقلب فيها بقى كده في التلج نفسه او في المية المتلجة دي لغاية ما احس انها نفسها بقت باردة خالص، اللي هي قرون البامية يعني. التلج طبعا بيسيح هنا عشان سخونة البامية، فانا حطيت تلج تاني. اقلب بقى فيها كده علشان كل السخونية اللي فيها تروح وتبرد خالص خالص. تحسي بقى ان تمسكي القرن كده تحسيه بارد او تحسيه ساقع كمان. خلاص كده انا فرشت بقى هنا على الرخامة ملاية قطن بيضة او بشكير كبير، وتبتدي تشيلي بقى البامية تصفيها برضو من المية المتلجة دي وتفرديها. اوعي تشيليها وتحطيها في الاكياس على طول، هتكون تلج. انما بالطريقة دي انتي بتنشفي المية منها خالص. شايفين لونها فاتح وجميل ازاي البامية؟ لما نشفت بقى الحقيقة انا كنت بعمل الموضوع ده في الليل، سبتها لغاية الصبح على الرخامة
قمت بقى لقيتها ناشفة، ابتدي بقى اكيسها. انا بحط تقريبا كل نص كيلو في كيس. شايفين انا فردها ازاي؟ لما تيجوا تشيلوا خضار في الفريزر بلاش تكببوه وتروحوا رابطين الكيس، لا، تخليه كده مفرود وتحطيهم بالصينية في